ما رأيك يا شافعي؟ جاءنا الرجل بالطعام والشراب وأتاح لنا الراحة في خيمته بدلا من حر الصحراء. الحمد لله الذي وفقنا لهذا. إن بعض الظن إثم. هيا بنا قبل أن يغشانا الليل. هيا. يا رب. شكرا لك على هذا الكرم. إذا جئت الحجاز فاسأل عن محمد بن إدريس الشافعي، لعل الله يعيننا على رد هذا الكرم. انتظر، من تظنني؟ مولى أبيك؟ لا، أستغفر الله أستغفر الله. فهل كان لك نعمة عندي يفترض أن أردها لك؟ لم ألتقي بك من قبل. جئت لك بطعام بدرهمين وإدام بدرهمين. أما من شيء آخر؟ 5 دراهم إيجار الخيمة، فقد وسعت لك وضيقت على نفسي. سنترك لك إحدى الدابتين، أيكفيك هذا؟ يكفي. لقد علمتني ما يزيد عن قيمتها بكثير. تعلم ما شئت. تخيل، تعلم ما شئت. هل تعلمت؟ هل تعلمت أن فراستي لا تخطئ أبدا؟ منذ أن رأيت هذا الرجل شعرت أنه لا نخوة فيه ولا كرم ولا شهامة. فراستي لا تخطئ أبدا. هيا بنا. أتحسب أن مالكا يأتي إلى المسجد اليوم؟ لا أحسبه يجيء اليوم أو غدا، توقفت دروسه منذ أسابيع. إن له عذرة. مالك الذي نعرفه انتهى أمره، ومالك الجديد لا يبالي بالعامة أمثالنا. ما الذي تقول؟ مالك تقي صالح لا يتبدل ولا يتغير. سبحان من لا يتبدل ولا يتغير. أنا لا أعرف ما تقصدون. أما سمعت بأن دار مالك قد صارت أقرب إلى القصر منها إلى الدار؟ يا أخي، لا يعيب المرء أن يهتم بداره، وقد سمعت مالكا يقول: نسب المرء داره. ولكنك لا تعرف ما تحويه هذه الدار. بها مئات الجواري وأنواع لا تحصى من الثياب والنعال. سمعت أن لديه غرفة تحوي مقادير من الذهب والفضة، من الهدايا التي تأتيه من الخلفاء والأمراء. ذلك كله من نعم الله عليه، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهل من أثار النعمة أن يمتنع عن دروسه في المسجد النبوي ويمتنع عن استقبال الناس في داره إلا أن يكونوا من الأمراء أو الوجهاء؟ عوضنا الله عن الإمام مالك بمن هو خير منه. بالله عليكم لا تأخذوا الرجل بسوء الظن، فإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفاك الله يا إمام، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أما وجد الطبيب دواء لهذا الداء الذي تعانيه؟ الطبيب يصف الدواء، ولكن الشفاء من الله وحده. سبحان الله، الناس في المدينة لا يتحدثون إلا عنك. لقد أفزعهم أن تنقطع شهورا عن دروسك في المسجد النبوي. والله ما يمنعني عن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام غير علة قاهرة. كشف الله عنك هذه الغمة يا إمام. ما هي غمة؟ فكل ما يجيء من عند الله خير. حاول يا إمام أن تقطع راحتك وتجيء إلى المسجد النبوي ولو ساعة كل أسبوع حتى تقطع ألسنة السوء. ألسنة السوء؟ نعم،
يقول البعض سامحهم الله إن الإمام مالكا بعدما ذاعت شهرته وكثرت ثروته صار يتعالى على العامة وقصر مجالسه على الملوك والأمراء والأشراف. أسأل الله أن يأجرني بما يصيبني من سوء ظنهم. وأسأل الله أن يشفيك يا إمام ولا يحرمنا من علمك الذي انقطع عنا. إني لأحار في بعض المسائل وأحتاج من يهديني إلى حلها. هل عندك مسألة تشغلك يا نفيسة العلم؟ لا أريد أن أثقل عليك يا إمام. العلماء هم ورثة الأنبياء، ولو تجنبوا الإفتاء فمن يوضح للناس أمور دينهم ودنياهم؟ المسألة التي تشغلني لماذا نقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله؟ فقد فعلها الخليفة عمر بن الخطاب. وماذا في ذلك؟ إنه لم يستند إلى نص في هذا الموضوع، والجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فإن كل واحد منهم لا يعد قاتلا برده، فلما يقتل بذنب لم يرتكبه كاملا؟ مصلحة المجتمع يا نفيسة أساس مهم في الشرع، ولو علمت الجماعة أنهم لا يقتلون بالفرد الذي يشتركون في قتله لكان في ذلك فرار من القصاص الذي هو حياة المجتمع كما جاء في القرآن الكريم. هل المصلحة وحدها تكفي لتبرير قتل الجماعة بالواحد؟ المصلحة والمنطق أيضا، فالقاتل هو الجماعة فكلها قتل، ولهذا وجب القصاص منها كلها. نفعنا الله بعلمك يا إمام وبارك الله فيك. جاءني ما أفتى به مالك في قتل الجماعة بالواحد، ولكني لا أوافقه لأنه يخالف روح آيات القصاص، لأن المقصود بالقصاص هو الفاعل الأصلي، وعقابه في جريمة القتل هو القتل. وماذا عن شركائه الذين عاونوه في القتل؟ يعاقبون بالحبس مدى الحياة حتى الموت. هذا حكم الإمام علي بن أبي طالب نرتضيه أكثر مما نرتضي رأي عمر بن الخطاب الذي يستند إليه الإمام مالك. ما أكثر ما تخالف الإمام مالكا رغم ما بينكما من محبة وصداقة. من فروض المحبة والصداقة أن تصدق أخاك فيما تقول له. لقد أحصيت على مالك 70 مسألة أخالفه فيها في الرأي. 70 مسألة؟ يا أخي، أختلف معه في 70 مسألة وأتفق معه في آلاف المسائل. الخلاف بيني وبين مالك خلاف في وجهات النظر في فهم بعض النصوص. حدد لنا ما تعترض عليه من آراء الإمام مالك. يا يحيى، أختلف مع مالك أيضا في مسألة الكفاءة في الزواج، فمالك يعتد بالنسب، فالقرشي هو الكفء للقرشية والعربي هو الكفء للعربية. أما عندي فكل مسلم كفء لكل مسلمة، والقول بغير ذلك يخالف قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما يريد مالك الحفاظ على الدم العربي خالصا بعدما دخل عشرات الآلاف من الموالي في الإسلام. وأختلف مع مالك أيضا في إجازة ضرب المتهم بالسرقة. مالك يرى أن ذلك يحقق صالحا عاما هو أولى بالرعاية من مصلحة المضروب. ماذا لو ثبت بعد الضرب يا ابن الحكم أن المتهم بريء؟ إن حماية البريء أولى من عقاب المذنب. ثم إن الضرب في حد ذاته عقوبة لا يقضى بها إلا بعد ثبوت الجريمة. رأيك هو الصائب يا إمام. وددت لو تذهب إلى المدينة لتقنع مالكا بما تراه، أو يقنعني بما يراه، فليس الصواب ملكا لأحد. أما آن لك يا فتيان أن تعود إلى زوجتك وولدك في مصر؟ لا شيء يا إمام مالك يعادل خدمتك والبقاء إلى جوارك. جئت المدينة قبل سنوات تسألني الرأي في بعض المسائل، ثم طابت لك الإقامة. لا أحب أن يفوتني شيء مما تقوله أو تفعله، فما عاد على وجه الأرض من له علمك.
أستغفر الله. بالله عليك لا تغرني في نفسي. أما من شيء تطلبه مني قبل أن أتركك للراحة؟ كل ما أريده أن ترفق بالذين يطلبون زيارتي، فلست أستطيع أن أستقبلهم وأشعر بالحرج عندما أردهم. ما عادت صحتك تحتمل استقبال أحد، هذا ما أقوله لكل من يسأل عنك. حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام لا يستقبل أحد. لن أشق عليه، لحظات ثم أنصرف. بالله عليك انصرف وعود في وقت آخر. قل له الشافعي فإن أذن لي دخلت، وإن لم يأذن غادرت المكان على الفور. الشافعي يا فتيان، يا فتيان. نعم يا إمام. لو كان الزائر ابن إدريس الشافعي أدخله على الفور. صحتك لا تحتمل يا إمام. لا تخالفني فيما أطلب يا فتيان. أمرك يا إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بك يا إمام؟ أخاف أن أتحدث عن مرضي فأشكو ربي. أوحشتني كثيرا يا شافعي، تغيب عني كل ذلك الوقت، ما عهدت فيك الجحود والنكران. يعلم الله يا إمام، أول ما جئت المدينة زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئت لزيارتك قبل أن أرى أهلي وولدي. بارك الله فيك. وبارك فيك وأعانك على النجاة من فتن الدنيا. النجاة مكفولة بإذن الله، فلما خلقت الجنة إذا لم يدخلها إمام دار الهجرة؟ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فتيان هذا من أبناء مصر، وهو شديد التعصب لي، وهذا ما يقلقني عليه. إياك والتعصب يا فتيان. أما كفاك هذا الوقت حتى تترك الإمام للراحة؟ وددت قبل أن أخرج أن أهمس له بشيء جال في خاطري، ولكن لا بأس من تأجيله. هيا بنا. قل ما عندك يا شافعي، فما عادت فرصة للتأجيل. ليست هذه دار مالك التي أعرفها، كل ما فيها ينطق بالثراء والترف. هذه نعمة الله على عبده الصالح. أنت تعلم يا إمام أن صاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين يوم القيامة. كل ما تراه من مظاهر الترف والنعيم حولي، يعلم الله أنني ما طلبته ولا أردته، ولكنها هدايا الخلفاء والأمراء والناس القادمين من مختلف الأقطار، وإني لا أكره أن أرفض الهدية، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلها ويقول: تهادوا تحابوا. صدقت يا إمام، ولكني أخاف أثار ذلك كله على زهدك وتقواك. لا تقلق يا شافعي، فليس الزهد ألا تكون الدنيا في يدك، ولكن الزهد ألا تكون في قلبك، وهي بحمد الله ليست في قلبي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قبل أن تذهب يا شافعي، وحتى تصدقني، أريد أن أقتسم معك كل ما لدي من مال ومتاع. سأكتب لك بذلك، ولتفعل به ما تشاء. عثمان،
بارك الله فيك يا ولدي وأطال في عمرك. عثمان، تسمع كلام أمك كما أوصيتك؟ بارك الله فيك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. شفعي، اشتقت إليك يا أمي. الحمد لله يا ولدي. خشيت أن أترك الدنيا دون أن أراك. امتنعت عن الطعام والشراب منذ أيام، وكم حاولت معها دون جدوى. أما جئت لها بالطبيب؟ جئنا به، وكتب لها دواء ترفض أن تتناوله. كيف ذلك يا أمه؟ نجيء لك بطبيب آخر. يا ولدي، لا تضيع الوقت والجهد والمال. حان وقت الرحيل. كفي عن هذا الذي تقولين يا أمي. ما يفزعك يا شافعي؟ ما عهدتك تجزع يا ولدي. كل نفس ذائقة الموت. أجزع يا أمه، لأنني أخاف أن أكون قد قصرت في واجبي نحوك يا أم. ما قصرت يا ولدي، كنت ترعاني وأنت معي، وكنت دائم السؤال عني إذا رحلت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حق الأم لا يمكن الوفاء به، دين يستحيل سداده. يا ولدي، لقد فعلت كل ما تستطيع. خذ زوجتك وارحل حيث نجران. لا يمنعك شيء عن طلب العلم والسعي إليه. لن أتركك ساعة واحدة بعد الآن. لقد عدلت عن السفر. يا شافعي يا ولدي، إذا كنت تحبني أكمل رسالتك في طلب العلوم. لقد بدأت الطريق وعليك أن تواصله. يا أمه، أنت صاحبة الفضل في كل ما أصنع، ويوما ما سأجمع كل ما حصلته من علم وأضعه في كتاب واحد. أتعرفين ماذا أسمي هذا الكتاب؟ الأم، إكبارا لشأنك واعترافا لفضلك. لفضلك. ارحل يا شافعي يا ولدي، وخذ زوجتك معك. لا يكون ذلك أبدا. أستطيع أن أعوض ثواب طلب العلم، ولكني لا أعوض ثواب البر بأمي. ما الذي تنوي ترجمته بعد كتاب المنطق لأرسطو؟ هناك كتاب عن محاورات سقراط، وآخر عن البوذية جاءني من بعض الهنود. علينا نسخ ترجمة كتاب المنطق لأرسطو حتى ينتشر بين الناس. هذا الكتاب قادر على تبديل المفاهيم السائدة عند أصحاب الحديث والتي يرونها غير قابلة للنقاش. المشكلة ليس في عامة الناس،
المشكلة في الحكام. أنت يا بشر لك مكانتك عند الرشيد، إنه يشاورك في مختلف الأمور. كلما تحدثت معه في مسائل العقيدة غضب وطلبني بالكف عن هذا الحديث. صارع الفقهاء وأصحاب الحديث إلى الرشيد ليأخذ حذره منا. أنا لا أعرف سببا لهذا الموقف من جانبهم. نحن لا نخالفهم في التمسك بكتاب الله والدعوة لدينه ومواجهة الزنادقة والفساق. الخلاف أننا نستخدم العقل والمنطق في إثبات عقائد الإسلام، وهم يتعرفون على دينهم من القرآن والسنة النبوية دون غيرهما. الغريب في موقفهم أن القرآن يطالبنا بأعمال العقل، وهم يقولون أن العقل كثيرا ما يخطئ ويضل. الخلاف في رأيي محدود، ولا ينبغي أن يتصارع حوله الفقهاء وأصحاب الحديث. ما صارعناهم، ولكن هم الذين بدأوا الحرب علينا. كان محمد بن الحسن الشيباني يقول إن من صلى وراء أصحاب الكلام فعليه أن يعيد صلاته. وصاحبه الإمام أبو يوسف اعتبرنا من الزنادقة، والإمام مالك لا يقبل بشهادة الواحد منا. هذا نوع من الحقد علينا والغيرة منا. يعلمون أن بيننا علماء مشهود لهم بالحكمة وسداد الرأي، كالجاحظ والنظام وواصل بن عطاء. ليت الخليفة يعقد لنا مجلسا مع أصحاب الحديث نجادلهم ونحاورهم ثم يحكم بيننا. أصحاب الحديث لا يدخلون في حوار كهذا، يحسون أنهم الطرف الأضعف. والخليفة أيضا لا يسمح به، فهو يريد أن يكسب رضاء العامة بمناصرة أصحاب الحديث. نعم، أستأذنكم لحظات. ما بك يا هارون؟ أشعر كأنك معي ولست معي. أصارحك يا زبيدة، إنني أفكر في أمر الخلافة عندما أخرج إلى الحج، بينما الأعداء يتربصون بها من كل جانب. الله إن شاء الله ناصرك عليه. الوليد بن طريف يقود ثورة الخوارج في الجزيرة ويكاد يسيطر عليها. الخوارج يا أمير المؤمنين جماعة منعزلة بفكرها عن عامة المسلمين، ولن يجدوا من يساندهم. ولكنهم أقوياء أشداء يستهينون بالموت ويحرصون عليه. هذه الاستهانة بالموت والدماء هي التي تدفع العامة للنفور منهم. ربما كان ما تقولين صحيحا. نسأل الله السلامة. ما الذي يشغل بالك غير الخوارج؟ العلويون يا زبيدة، أبناء علي وفاطمة، أفكارهم تنتشر بين الناس كما تنتشر النار في الهشيم. أبوك المهدي رحمة الله عليه هو من أطلقهم من السجون وأغدق عليهم المال. لكنهم لا يتوقفون عن مناهضة الحكم. لا شيء يرضيهم غير الخلافة ذاتها. عليك بالشدة، فبعض الأمور لا يصلحها غير السيف. إنهم يعمدون للتخفي ويأخذون بالتقية، فهل أخذهم بالشبهة؟ بل تأخذهم بالحق وبالشبهة. إن يقتل منهم عشرات أو مئات يستقيم بهم الأمر خير من آلاف الآلاف يقتلون في الفتن والثورات. ما عدا خيار أمامي غير ما تقولين. ما الذي يشغل بالك غير ذلك؟ حاولت أن أوحد الناس على مذهب مالك، فرفض مالك نفسه هذا الاتجاه. لا بأس من تكرار المحاولة مرة أخرى. أنت ذاهب إلى الحجاز، فلماذا لا تحاور مالك مرة أخرى؟
لا أملك من العلم ما يعينني على مناقشة مالك. سوف أخذ معي أبا يوسف صاحب المذهب الحنفي ليحاوره، لعلنا نوفق في التوحيد أو حتى التقريب بين المذهبين. هذا يوم مشهود. الرشيد ومعه علماء العراق جاءوا يحاورون مالكا إمام دار الهجرة. الله ينصرنا عليهم بإذن الله يا فتيان بالعلم والحجة. الخليفة هارون الرشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل هنا يا أمير المؤمنين. ما قولك يا صاحب الدار؟ كان أبوك المهدي رحمه الله يأتي هذا المجلس فيقعد بين الناس كواحد منهم، وكذلك فعل جدك أبو جعفر المنصور. إن شئت أن تخالفهم فالرأي لك. لا أخالفهم، سأجلس مع الجميع. ليبدأ الإمام مالك بشرح ما عنده. هنا في هذه الدار نزل العلم كما ينزل أول المطر على قمم الجبال. صدقت يا رجل. نزل أول المطر على قمم الجبال هنا في المدينة، لكن الماء لا يستقر فوق القمم، وإنما يسيل إلى الوديان والسهول، وهكذا وصلنا في أرض العراق. أحسنت يا أبا يوسف. أنت تحمل فقه الرأي لأبي حنيفة، والإمام مالك يحمل فقه السنة، فلتتحاورا لنعرف لمن تكون الغلبة. عفوا يا أمير المؤمنين، ليس العلم كالتحريض بين البهائم والديكة تتصارع ليتسلى الناس ويستمتعوا. عفوا يا إمام مالك، ما قصد أمير المؤمنين ذلك، إنما أراد الحوار بيننا حول ما نختلف عليه، لعل أحدنا يظهر على صاحبه فيأخذ برأيه. أنتم يا إمام مالك ترون علم أهل المدينة مصدرا للفقه وحجة على الآخرين، ونحن لا نرى ذلك. أهل المدينة يا أبا يوسف هم الذين عاش بينهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليه الصلاة والسلام. سمعوا قوله وشهدوا فعله، فكيف نخالف إجماعهم؟ ليس لأهل المدينة إجماع خاص بهم، فكل ما أجمعوا عليه أجمع عليه المسلمون في كافة الأقطار ومختلف الأمصار، من صلاة وزكاة وعبادات وحرام وحلال إلى غير ذلك. ليس الأمر كله كما تقول، فهناك أمور يختلف عليها أهل المدينة مع غيرهم. عندنا على سبيل المثال مكيال الحبوب مقداره 5 أرطال وثلث، وعندكم في العراق 4 أرطال. من الخير أن نوحد المكاييل حتى تسهل التجارة بين أقطار المسلمين. فليأخذوا بمكيالنا لو أرادوا. بل أنتم تأخذون بما عندنا. مكيالنا ورثه أحد أصحابنا عن أبيه عن جده صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكيل به الحبوب بيديه الشريفتين. نأخذ به أم نأخذ بمكيالكم؟ غلبك هذه المرة يا أبا يوسف، فليكن مكيال أهل المدينة هو السائد في كل أقطار المسلمين في مصر والعراق والحجاز. وسعنا الرحيل إلى حيث نريد،
ما عاد شيء يقيدنا. هون عليك يا شافعي، ما رأيتك هكذا من قبل. اللهم لا راد لقضائك ولا اعتراض عليه. كل نفس ذائقة الموت يا شافعي. تركني أبي طفلا، فكانت الأب والأم معا. حرمت نفسها متاع الدنيا ورفضت الزواج، وعملت بالليل والنهار حتى أتفرغ لطلب العلم. هكذا الأم يا شافعي. كل ما أخافه أن أكون مقصرا في حقها. سافرت كثيرا وتركتها وحدها. ما سافرت إلا بعد أن ألحت عليك، هي التي كانت تدفعك لطلب العلم. ولكني في نفسي كنت أعرف أن هواها في بقائي معها. لا تعذب نفسك، يعلم الله ما سمعتها تصلي إلا وهي تدعو لك. عسى الله أن ينفعني بدعائها ويغفر لي زلاتي لتقصيري في حقي. ما قصرت في شيء يا شافعي. كل ولد مقصر في حق الأم بالقياس إلى فضلها عليه، فالأم يا حمدة أسبق من الأب في واجب الإحسان. الجنة تحت أقدام الأمهات. الأم إذا دعت ابنها وهو يصلي حق عليه أن يجيبها قبل أن يتم صلاته، هذا إذا كانت الصلاة تطوعا. إذا أردت الوفاء بحبها عليك أن تكمل ما أرادته لك، عليك أن تواصل طلب العلم. أفعل إن شاء الله. نرحل غدا بإذن الله إلى نجران في اليمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أخي. أخوك في الله والي بن هيثم رئيس شرطة نجران. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك. أردت أن أكون أول من يزورك ويهنئك بموقعك الجديد رئيسا للصدقات في نجران. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سمعنا عن علمك الغزير ونريد أن تستفيد منه نجران. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. ما أنا إلا طالب علم يريد أن يستكمل ما عنده، وواجبي أن أعاونك في ذلك. سمعت عن يحيى بن حسان عندكم يقولون أنه تتلمذ على يد الإمام الليث في مصر، وأود أن أعرف منه فقه هذا الإمام. أجيء إليك به، وعندنا علماء آخرون أحاطوا بفقه أبي حنيفة ومالك، أجيء بهم إليك، ولكن عليك ألا تتعدى هؤلاء العلماء إلى سواهم. ومن سواهم؟ بعض المناصرين لأبناء علي وفاطمة الزهراء يذيعون فقها لا أساس له من الكتاب والسنة. وددت أن أسمع هذا الفقه لأحكم عليه. تريد أن تكون علويا؟ المستمع شريك للقائل فيما يقول. أريد أن أنفتح على كل الآراء والاتجاهات لأعرف الصواب فيها والخطأ، ولذلك جئت نجران. هذا شأنك، ولكن واجبي أن أنبهك للمخاطر قبل أن تقع فيها. نحن في زمان اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. دعنا من مناهل العلم، وليكن حديثنا عن عملك في الصدقات. أنت في عملك في الصدقات كالقاضي، يجب أن تلتزم الحيادة والعدل.
أفعل ذلك إن شاء الله. أول القضايا التي تعرض عليك غدا قضية مجموعة من الأفاقين يدعون على رجل صالح اغتصاب أرض. سوف أتحقق من الأمر عندما أنظره. الأمر لا يحتاج إلى تحقيق. سوف تحكم على هؤلاء المدعين بأنهم كاذبون، فترفض طلبهم وتعاقبهم على كذبهم. عندما يثبت ذلك لن أتردد في الحكم عليهم. أتدري من الذي يتهمونه باغتصاب أرضهم؟ إنه سعد بن أبي شيبة شقيق والي نجران. أيغتصب شقيق الوالي أرضا؟ أتفهم ما أعني؟ سلام